ازيكم؟ اهلا بيكم في قناة ريحانة. النهاردة هنعمل الوصفة الحلوة دي من بواقي التلاجة. متخيلين؟ لمينا كل الحاجات وطلعنا بيها كده غدا لطيف سريع جميل جدا جدا. فيلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنسوش تدعوا لاخواتنا، ربنا يا رب ينصرهم نصر قريب زي ما ربنا ان شاء الله وعدنا هينصرهم ان شاء الله. يلا بينا نبدأ. هنحتاج بقى في الوصفة دي عيش سوري. تمام. هنقطعه كده بالنص ونرجع نقطعه النص اللي احنا قطعناه نقطعه تاني. انتوا فاهمين؟ يعني ناخد الحتة دي كمان كده عشان عايزاه مثلث واحد بس. هنحتاج بقى صلصة عليها مفضية عليها شوية زعتر وملح وفلفل اسود، يعني الصلصة بتاعت البيتزا. وهنحتاج شوية بطاطس محمرة. وهنا كان عندي والله دول قطعتين بانيه كانوا باقيين متحمرين اوريدي وجاهزين، فقلت نعمل بيهم بقى ايه، وصفة كده ونحط كل الحاجات مع بعضها. طبعا معانا جبنة موتزاريلا. تمام. هحط بقى الصلصة كده في الاول وبعدين احط جواها بقى اي حاجة انتوا حابينها. انا هشكل بصراحة هعمل شوية عليهم خضار كده وجبنة، وهعمل شوية بطاطس بس، وبعدين نحط شوية من البانيه. يعني اللي عندكم ممكن تعملوا جبن بس، ممكن تعملوا بطاطس وجبنة، ممكن تعملوا خضار وجبنة، يعني براحتكم. والبتاع اللبن والزيت اللي انا عملتهم دول تقدروا تستخدموا زبادي. هو الزبادي طبعا هو الاحسن، هيقفل معاكم اكتر، بس انا ملقتش عندي اتصرفت. يعني فاهميني، لازم نتصرف، انتوا فاهمين طبعا. هنا بقى بوريكم الناحية التانية بقطعها برضو كده بالشكل ده علشان انا عايزاه مثلث واحد بس، عشان في اول الفيديو سبته بالنص زي ما هو، فاحنا عايزينه ربع مش عايزينه نص، ربع. هنا حطيت الزيتون والفلفل وطماطم، وحطيت بقى قطع البانيه اللي انا مقطعها مكعبات صغيره دي، ونرجع نقفل ونعمل. طبعا نقدر نعمل الوصفه دي في اللانش بوكس عادي جدا، بس هنشيل البانيه يا جماعه وممكن نعملها بطاطس مع الجبن، ونعملهم ونسويهم ونخليهم في الفريزر، نطلع منهم الصبح يا دوب بس يسخنوا كده وخلاص نديهولهم من غير البانيه. بنسمع الكلام بقى. بس وهنقفل، لازم ضروري نعمل الحركة دي عشان يتقفل. ماشي. هنا جربت اعمل افتكاسة كده واعملها قلياني مدورة، هي دي اتعملت بس حاولت اعمل تاني ما عرفتش، فلغيت الفكرة بصراحة، فقلت اوريكم يعني. واللي جنبها دي كنت قلت اقطعه كده، دي كمية بيتزا يعني، فطلعت ناشفة شوية، فالاصابع ده كان احسن حاجة يعني بصراحة. فاعملوا اصابع، وممكن تجربوا تعملوا دي براحتكم. المربى المدوره دي عامله زي التاكو شويه، يعني مقرمشه قوي، لو بتحبوا الحاجه كده فخلوها كده، بس انا لا، يعني مش بيحبوا الحاجه كده. ماشي تبقى مقرمشه شويه بس تبقى طريه برضه. بس يعني عشان كده قلت اعمله كده عادي. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.